السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ معاكم معتز ياسر. النهاردة حلقة مهمة جدا وخفيفة وهنفهم فيها مع بعض أساسيات الشبكات اللي لازم تكون عارفها لو ناوي تمشي في الهاكرز الأخلاق. الموضوع مش معقد، بس بالعكس هبسطه لك خطوة بخطوة وهنلخص بحاجات عملية نعملها على موبايلك دلوقتي. وطبعا هتلاقي في تطبيق هسيبهولك في صندوق الوصف، ده التطبيق اللي هنشرح عليه بعض الحاجات اللي مش هتنفع تنزل هنا على اليوتيوب. وطبعا الهاكر اللي انت عاوز تتعلمه برضه هتلاقيه في التطبيق ده. وطبعا في حلقة النهاردة في حاجات مش ينفع ان احنا نعرضها على اليوتيوب هتلاقيها موجودة في التطبيق. تخيل كده ان حد بيقدر يدخل على الواي فاي بتاعك بتاع بيتك من غير اذنك. طيب ازاي اعرف مكان او ازاي اعرف الاجهزه؟ ده كله بيبدا من حاجات بسيطه اسمها الاي بي ماك، الماك ادرس والبورتس. ولو هتفهمهم هتعرف تحمي نفسك صح. اول حاجه فيزيكال كون، خريطه بسيطه كده بتعرفك بين الجهاز والراوتر والانترنت. يعني لو رحنا على الصوره الظاهره قدامنا دي دلوقتي هنلاقي ان الواي فاي ان الراوتر اللي هو اللي بيقدر من خلاله اللي هو الانترنت، هنسمي الراوتر ده اللي هو الانترنت. حلو. بعد كده الواي فاي ده اللي هو بيدينا من الراوتر، يعني في انترنت اصلا اساسي جاي هنا وبيدي للراوتر. الراوتر ده عبارة عن أداة موصلة للأجهزة زي الموبايل أو الكاميرا أو البيت أو جهاز كمبيوتر أو أي جهاز تاني من خلاله واي فاي. يعني وليكن معانا احنا الواي فاي، يعني احنا بص كده فاتحين نقطة اتصال وليكن هو الراوتر. طبعا بنخش كده على الجهاز، تمام؟ يعني احنا الراوتر بتاعنا اللي هو موبايل تاني، فهنروح كده على نقطة اتصال، بنلاقي اسم الشبكة زي ما انت شايف، وبنعمل على كونتينيو وبنكتب الباسورد، تمام؟ وبنعمل على نيكست كده بنلاقي الواي فاي اتصل معانا، تمام؟ وداتي خد عنوان اي بي، اخد الماك. حلو. يعني الجهاز ده خد عبارة عن ماك. بعد كده المصطلحات الأساسية بسرعة، كل تعريف في جملة واحدة. هقول لك التعريف ببساطة جدا جدا جدا. عندنا لو فتحنا الصفحة التانية كده، الصورة اللي احنا جايبينها، تمام؟ بنلاقي حاجة اسمها اي بي ادرس وماك ادرس وجيت اواي راوتر وميل ويور وركن والدي ان اس والبورد. اول حاجه العنوان اللي هو الاي بي ادرس. العنوان داتي زي بيتك اللي هو الاي بي ادرس، بيتكلم عن اي بي الجهاز على الشبكات، كل جهاز ليه بيئه على مع الجهاز التاني. يعني الاي بي ده هو بتقدر من خلاله لو انت فاتح هو الانترنت بيجي لك من خلال الاي بي، بتقدر ان الراوتر بيتعرف على الموبايل، بيقدر يوصل له نت من خلال الاي بي. حلو. بعد كده معانا الماك ادرس. الماك ادرس داتي زي الرقم القومي بتاعك، طبعا كل واحد ليه رقم قومي مختلف تماما، بنقدر من خلاله نعرف الشخص اللي هو اللي على الراوتر بتاعنا من خلال الماك ادرس اللي هو نقدر نتحكم فيه، نحذر الماك بتاعه كده مش يقدر يوصل للانترنت بتاعه. وكمان ممكن برضو ان احنا نقدر يعني الماك للراوتر، تمام؟ يعني الراوتر بيتعرف على الاجهزه من خلال الماك، والنت بيوصل للاجهزه من خلال الاي بي. حلو. يعني مثلا دلوقتي لو احنا معانا راوتر، حلو، الراوتر ده فيه اكتر من جهاز عندنا متصلين بالشبكه. لو حذرنا الماك ادرس بتاع الجهاز مش هيتصل اصلا بشبكه الواي فاي، يعني مش هيجيلك كلمه متصل هنا اصلا، يعني هيقول لك الشبكه محميه او انت محظور او انت كذا او انت كذا. اما لو اتحذر من خلال الاي بي ده، تمام، لو اتحذر من خلال الاي بي هتبقى متصله الشبكه بس انترنت مفيش. ودي ميزه حلوه انك انت لو في حد عندك بيخترق الشبكه مباشر دايما معاك، ممكن انت تحذر له الاي بي فقط. الاي بي بتاعه ده مش هيقدر ان هو يحب متصل بالشبكه بس ملهاش فايده معاك، كده كده مش هيكون فيها انترنت، يعني معاه متصل بالواي فاي ملوش لازمه. اما انت لو عملت الماك ادرس، طبعا لو حضرت له الماك ادرس مش هيكون متصل هنا، بس بمجرد ما بيغير الباسورد بتاع الماك ادرس بتلاقيه اتصل تلقائي وفتح نت وكل حاجه، يعني ملهوش لازمه لو انت حذرته من الواي فاي. وطبعا هوريك برضو ازاي انك انت تغير الباسورد، تغير الاي بي بتاعك والماك ادرس. وطبعا الاي بي برضو بيشتغل برضو من خلال لما تلعب لعبه اونلاين وتتحذر، برضو ممكن لو غيرته بيفتح معاك اللعبه. بس طبعا بعد كده بنروح على الجيت واي او الراوتر. الراوتر هو البوابه بتاعتنا اللي هو اللي بيوصل لشبكتك بباقي النت.
يعني إحنا زي ما قُلنا إن الراوتر برضه هو اللي بتقدر البوابة بتاعة النت نفسيها، يعني الإنترنت بييجي مثلًا من الكرة الأرضية أو من خلال الشبكات الإنترنت زي إنترنت فودافون، أورنج، واتصالات تمام. بعد كده بيدّي النت ده بيوصل للراوتر، ومن خلال الراوتر ده إحنا بنقدر نوزّع واي فاي سواء لللابتوب بتاعي أو الموبايل بتاعي تمام. من خلال الموبايل بتاعي باقدر أتوصّل من خلاله تمام. بعد كده عندينا اللي هو الDNS. الDNS دلوقتي هو زي دفتر العناوين، بيحوّل اسم الموقع لIP. يعني مثلًا لمّا تيجي تكتب في البحث Google Chrome حلو، هنكتب هنا في البحث كده، هنكتب في البحث هنا google.com. بمجرد ما أنا باضغط google.com كده باكتب google.com واعمل بحث كده تمام. البحث هنا بيجيب لنا اللي هو جوجل نفسه تمام. وهو ممكن نضغط بس جوجل بس عشان جوجل، ادي جوجل دوت كوم لو ضغطنا عليه كده فتح معانا جوجل، جوجل الاساسي تمام. طبعا الانترنت مش بيتعرف باسم جوجل، لا الانترنت بيتعرف باللي هو الدي ان اس. يعني جوجل مثلا 144 دوت 250 دوت كذا دوت كذا، فاهم ازاي؟ يعني انا بمجرد ما انا بضغط مثلا بكتب مثلا العاب وبعمل لحظه كده ده بالانجليزي ده تمام. او مثلا يوتيوب تمام. ايه ده باكتب كده انا يوتيوب تمام. اليوتيوب هنا مجرد ما باعمل بحث الانترنت نفسه مش بيتعرف باسم يوتيوب او فيسبوك او اي صفحه او اي موقع. اليوتيوب بيبقى متعرف ببورت، يعني بورت 192.168.1.1 فاهم، مش بيكون متعرف بالكلام ده. يعني لما اضغط على اليوتيوب الانترنت هنا بيحول اليوتيوب الى بورت. البورت ده مثلا وليكن 192 دوت دوت 168.35.40 فهمت. يعني وليكن اليوتيوب ده مجرد لما اكتب ال 192.168.35.40 واعمل بحث هيوديني على اليوتيوب على طول. ليه؟ لان الانترنت او المواقع دي متعرفه من خلال الدي ان اس اللي هو البورد حلو تمام. يعني انا كده من خلاله ده اقدر اخش على اليوتيوب على طول بدون كتابه يوتيوب. بس طبعا احنا مش هنحفظ اللي هو 192.168.35.40، لا احنا بنكتب كلمه يوتيوب بعد كده بنبحث عليها تمام تمام. وباعمل على يوتيوب كده وبيفتح معايا اليوتيوب بدون اي مشاكل، مفيهوش اي حاجه زي ما انت شايف فتح معانا اليوتيوب وكل حاجه. بعد كده عندنا حاجه اسمها بورت. البورت ده زي باب صغير للجهاز بتاعك. خدمات زي مثلا الويب اللي هو 80، وللكل الخدمات اللي هو 443 مثلا. يعني عندنا اللي هو اوبن سكين تمام. ال 80 داتي ال HTTP، يعني من خلال لما بتكتب بص تروح لأي موقع هنا بتلاقي مثلا نكتب مثلا جوجل تمام. عندنا مثلا اللي هو 433 ده من خلاله اللي هو HTTPS، ده معناه ان المحتوى ده اصلي، يعني المحتوى ده ما فيهوش جلج منه ولا فيه اي حاجه تمام. يعني مجرد ما انت بتبحث تمام وبتلاقي اللي هو HTTPS قبل الرابط هنا تمام، ده معناه ان هنا المحتوى كويس، يعني ان انت داخل صفحه امنه. اما طبعا لو لقيت اللي هو بورت اللي هو 80 اللي هو هتلاقي HTTP من غير اس تمام، ده معناه ان الصفحه دي مش امنه، ممكن تكون متعرضه للاختراق، فيها فيروسات، فيها كل حاجه حلو. يعني زي ما قلت لك كده بتلاقي اللي هو اهو البورت بتلاقي HTTP بس بدون اس، ده معناه انه مفيش اي الصفحه دي مش امنه. وطبعا زي ما قلت لك هنا البورت ممكن هتلاقي اللي هو 843 او 443 بتلاقي ده البورت. يعني باختصار الاي بي هو الاي بي هو عنوان زي بيتك تمام، بيتكلم عن اللي هو بيدي لك انترنت للجهاز بتاعك.
الماك داتا هو زي الرقم القومي، كل واحد ليه رقم مختلف، بمجرد مثلا الانتاج مثلا طالع بطاقه او حاجه، ومجرد ما بيدخل الرقم بتاعك بيجيب لك بياناتك كلها، يعني البيانات ده زي الرقم القومي. بعد كده الجيت واي او الراوتر ده هو اللي هو معرف اللي هو زي الراوتر او البابا، هو اللي بيوصل لشبكتك بباقي النت، يعني الشبكه بتاعتك هي اللي بتوزع لكل الاجهزه اللي معاك في البيت، تمام. بعد كده الدي ان اس زي ما قلت لك هو ده زي دفتر العنوان، بيحول الموقع الاي بي، يعني زي ما احنا قلنا جوجل ده الانترنت لما تكتب له جوجل مش بيفهم كلمه جوجل، اللي هو بيكتب ان جوجل متسجله باسم بورت 142.250 دوت كذا دوت كذا دوت كذا، زي اليوتيوب زي ما قلنا 192.8.35.40. فهمت ازاي؟ بعد كده البورت ده هو ده باب صغير للجهاز بتاعك، بيوريك الخدمات، مثلا لما تيجي تخش على الموقع بتلاقي HTTPS كده، الاس كده، او ممكن ساعات علامه قفل بعد الاس، ده معنى ان الصفحه دي امنه، ما فيهاش اختراق، ما فيهاش اي مشاكل، ما فيهاش اي حاجه. بعد لو جيت برضو اللي هو HTTPS من خلال البورت اللي هو 843 برضو بتلاقي برضو معناه امنه. اما لو جيت اللي هو 80 HTTP بس بدون اس، ده معناه ان الصفحه دي ممكن تكون متعرضه للاختراق. طبعا احنا هتلاقي ان في كلام كتير من خلال اساسات الشبكات، وكل حاجه متعمقه جدا، طبعا دي بتحتاج فيديوهات كامله لوحديها، بس انا بوريك الاساسات اللي احنا ممكن نمشي عليها. طيب ليه الحاجات دي مهمه جدا للهاكر؟ علشان لو فاهم الاي دي والماك والبورتس هتقدر تخصص مشكله النت عندك. يعني زي ما قلت لك مثلا لو الانترنت عندك في الراوتر الشبكه متصله بس ما فيهاش انترنت، حلو، مفيش انترنت، يبقى ممكن هتبقى عارف ان المشكله في النت نفسه الاساسي اللي جاي للراوتر، مش من خلال موبايلك انت، تمام. وبرده مثلا لو الشبكه مش متصله اصلا، يبقى كده عباره في مشكله معاك في الماك نفسه، او في مشكله في الراوتر مش راضي يستقبل الجهاز بتاعك، حلو. وهنا تقدر تشخص مشكله الانترنت وتعرف مين اللي على الشبكه، وبرده من خلال الماكات زي كده بتخش على صفحه الراوتر بتلاقي فيها اللي هو كم جهاز عندك متصل، بيجيب لك باسم، في رواتب بتجيب لك باسم الجهاز، بس تحتيه بيبقى الماك ده بيبقى مكون من 12 حرف و12 و6 خانات، حلو. وبرضه اوريك بودراتي على الموبايل. رحنا كده على الاعدادات، بعد كده رحنا على الواي فاي، طبعا احنا موقفين الواي فاي لسه ما شغلناش واي فاي، تمام. دخلنا مثلا على حول الهاتف، بعد كده جميع المواصفات، تمام. بعد كده بنروح على الرقم الحالة هنا، لو نزلنا تحت بتلاقي طبعا هنا فاتح انترنت، انا طبعا مجرد ان انا فاتح انترنت من خلال الداتا لاقي واخد اي بي، الجهاز بتاعي واخد اي بي، بس عنوان الماك هنا مفيش ماك، لان انا اصلا مش متصل بلاوتر، تمام، او بموبايل تاني فاتح نقطة اتصال، تمام. فانا دلوقتي مثلا، وبرضه هنا عنوان البلوتوث، طبعا البلوتوث ده اللي انا فاتح بلوتوث دلوقتي، فانا هفصل البلوتوث، قال لي غير متوفر. برضه هفصل النت، برضه قال لي غير متوفر. طب انا بمجرد ما بروح على الواي فاي كده، واي فاي، بعد كده شبكتك كده بتصل بشبكة الواي فاي بتاعتنا، زي ما انت شايف، بضغط على 3 اصفار كده وبعمل اتصال. طبعا هنا لو رحت على السهم ده بتاع الواي فاي بتاع الشبكة نفسه، ونزلت تحت بيدينا معلومات عن الشبكة اللي انا متصل فيها، تمام. هنا قوة الإشارة ممتازة، هنا مقفل يعني 3 شهور بتاعت الواي فاي. سرعة الاتصال بالإنترنت حوالي 96 ميجا، لأن أصلا برضو هو ده يجيبها لك لسه تقريبا مش حاجة. عنوان الاي بي بتاعي اللي هو الراوتر اللي هو زي الموبايل التاني مديهوني، ادي الاي بي ده هو اللي مديهوني، تمام. بعد كده جهاز الراوتر برضه ليه ماك زي ما انت شايف 192.168.43.236، حلو. بعد كده لو مثلا الراوتر ده، يعني انا حذرت الراوتر ده حذرني من خلال الشبكة بتاعته، حلو، هو حذرني، تمام. انا هعمل حظر كده، لحظة، فيها حظر ولا ايه بالظبط؟ ماشي، بص كده، انا كده هفتح نقطة الاتصال بتاعتي او في الواي فاي ده، بخش كده اعداد نقطة اتصال، الأجهزة، طبعا داتا الديسكتوب،
طبعا الموبايل التاني اللي هو اتصل معايا، تمام. لحظة كده، تمام. زي ما انت كده شايف ظهر معايا اللي هو ظهر معايا الجهاز، تمام. بمجرد ما بعمل له حظر حسنا كده حظرت الماك ده، كده هو لو اغير الماك بتاعه هتلاقي ان هو اتصل تاني بالواي فاي. اما انا لو حظرت النت من خلال الاي بي هتلاقيه ما اتصلش اصلا تاني خالص. حلو. بعد كده مثلا هرجع تاني، هفتح انا الواي فاي، بعمل كده اتصال، تمام. افترض هو الجهاز ده حظرني، حلو كده الجهاز ده حظرني، بضغط انا هنا. بعد كده بروح على الخصوصية استخدام ماك عشوائي. طبعا بتقدر من خلال اندرويد 10 ولفوق بتقدر انك انت تغير الماك بتاعك. حلو. بعمل مثلا استخدام الجهاز وبعمل على اتصال، كده اتصل بالماك الاساسي بتاع الجهاز. افترض حظر بتاع الماك الجهاز برضه، بضغط تاني على الشبكة هنا وبعمل على الخصوصية. بعد كده استخدام ماك عشوائي وبعمل علامة الصح، بتلاقي معاك ان الجهاز الواي فاي اتصل معانا بدون اي مشاكل، مفيهوش اي حاجة بتاع. دي طريقة ازاي انك انت تقدر تغير الماك بتاعك. طيب لو في اجهزة طبعا، ابو افترض لو في رواتر بتكون متحدد بتاعها الواي فاي بتاعها، يعني بيبقى معروف مثلا نوع الماك ده هو بس اللي يخش، والماك ده هو اللي يخش، والماك ده هو اللي يخش. لو قعدت تغير الماكات دي مش هتقدر تتصل بالواي فاي بالراوتر، لان صاحب الراوتر محدد نوع الجهاز نفسه. ففي تطبيقات تانية بتقدر انك انت تغير منيها الماك ادرس، بتخليه نفس بتاع الشخص وتقدر تخش من خلاله كأنك انت ماسك الموبايل بتاعه او الجهاز الراوتر هيتعرف من خلال الماك على ان الراوتر مش بيفهم زينا، هو الراوتر بيفهم من خلال الماك بتاعك بس. بمجرد ان انت بتغير الماك ادرس بتاع الموبايل بتاعك وتخليه نفس الماك اللي هو متسجل على الجهاز، بتقدر من خلاله تفتح الواي فاي بدون اي مشاكل. وحتى صاحب الشبكه مش عارف انك انت متصل بالواي فاي لانك انت واخد الماك بتاعه، يعني كأنه بيلاقي جهازه هو اللي شغال متصل. دي فكره حلوه جدا. طبعا الشرحات دي كلها هتبقى في التطبيق موجوده، مش ينفع ان احنا نشرح الكلام ده. وبرضه لو في لعبه اتحظر منك العاب اتحظر منك انك انت مينفعش تخش على اللعبه دي، العاب اونلاين، تقدر تغير الاي بي وتقدر تفتح اللعبه تاني لو خدت بند زي ما بيقولوا الكلام ده. يعني دي طريقة كويسة جدا انك انت تعرف الشغل ده ازاي تبقى ماشي. حلو. تمام. زي ما قلت لك ليه الحاجات دي مهمة للهاكر الاخلاق، عشان لو فاهم الاي بي والماك والبورد تقدر تشخص مشكلة النت، تعرف مين على شبكتك وتأمن خدماتك، مش عشان تخرب لكن عشان تحمي. حلو. بعد كده هنا شغل عملي على الموبايل امن وسهل، تمام. هنتعلم شغل عملي دلوقتي على الموبايل، كل حاجة على جهازك وعلى شبكتك بتاعتك، ما تعملش الخطوات دي على شبكات او اجهزة مش بتاعتك بدون اذن. تمام. طبعا ادوات مقترحه نقدر ان احنا نقول اسم ونوري على الشاشه زي ما انت شايف. نرجع تحت خاص تطبيق، تستخدم تطبيق اللي هو فينج، تمام. التطبيق ده لو انت بتقدر من خلاله تعرف مين معاك على شبكه الواي فاي بتاعتك، تمام. طبعا هنا بنعمل التالي، بعد كده موافق، بعد كده تمكين الموقع عشان يظهر لنا الشبكات الموجوده، بعد كده هنا سأفكر لاحقا مثلا، بعد كده مسح الشبكه الحاليه. زي ما انت شايف هنا هيجيب لك الراوتر اللي هو اسم الجهاز بتاعنا بتاع الراوتر نفسه بتاع الموبايل، وهنا الشاومي طبعا ده الجهاز اللي انا متصل بيه. طبعا هنا واخد الاي بي ده، هو اللي بقدر اخد انترنت من خلال الاي بي. لو ضغطت عليه زي كده بيجيب لي معلومات عن الجهاز، تمام. هنا برضو اقدر اوقف الانترنت من خلاله واقدر احظر الجهاز. حلو. تمام. بس ده لازم تعمل حساب، تمام. وتقدر انك انت تشيل الجهاز، حذف الجهاز، تمام. فاهم ازاي تقدر تتحكم من خلاله من خلال الراوتر بتاعك. وهنا الشبكات، تمام. تقدر بتخلي ادي اسم الشبكة بتكون ظاهر معاك وبيانات عن الشبكة زي ما انت شايف. ادي البوابة زي ما قلنا، تمام. وطبعا ادي الدي ان اس زي ما قلت لك برضو، ده كل حاجة موجودة. وهنا بتقدر بيقول لك التانيين اجهزة غير مؤكدين، تقدر انت تحفظ الاجهزة انك لو في جهاز مش موجود، في جهاز جديد دخل عندك على الراوتر بتقدر يظهر لك هنا انك انت في اجهزة مش متصلة. وهنا الانترنت بيوريك انه في انترنت في الراوتر نفسه ولا لا. يعني ده بصراحة برنامج ممتاز جدا جدا جدا. بعد كده ممكن من خلال تطبيق اسمه نتورك انويز، تمام. التطبيق ده بيجيب لك الشبكات، مدى الشبكات اللي عندك. حلو. طبعا بنعمل له سماح هنا استخدام التطبيق. حلو.
هنا بيجيب لك المعلومات جامدة جدًا، جدًا كتيرة على الواي فاي بتاعك. يعني دي الشبكة بيوريك قوة مدى الواي فاي عندك قد إيه، تمام، زي ما أنت شايف. طبعًا بيانات كتيرة هيقول لك عليها، طبعًا لازم يكون راوتر حقيقي، طبعًا إحنا مستخدمين إنترنت مستخدمين موبايل. وهنا هيوريك كام جهاز متصل، تمام، وهتقدر إزاي برضه زي ما قُلت لك إزاي نقدر نخش على الراوتر، تمام، وادي الماك بتاع الجهاز، تمام، وادي معلومات عن الواي فاي بتاعك، تمام، وادي الاي بي زي ما انت شايف الاي بي بتاع الانترنت، تمام. ده كل حاجة معمولة بصح. وبعد كده ازاي اعرف الاي بي والماك بتاع الموبايل؟ طبعا زي ما قلت لك بنروح على الاعدادات، بنروح بعد كده نروح كده على الاعدادات، تمام، تقدر تروح عن حول الهاتف، بعد كده جميع المواصفات، بعد كده بتروح هنا على حول الحالة، بتلاقي عنوان الاي بي ده، تمام. بعد كده عنوان الماك ادرس زي ما انت شايف، ده لما اكون متصل بواي فاي بيظهر الماك ادرس بتاع الجهاز، ده الماك الاساسي بتاع الجهاز. طبعا ما ينفعش انك انت تبين اي تفاصيل خاصه بالاي بي ولا الماك، لان داتي هنحتاجه بعدين انك انت ازاي تفتح الموبايلات من خلال الاي بي والماكات والكلام ده. حلو. بعد كده لما بتلاقي جهاز غريب هنا في التطبيق بتقدر انك انت يعني بيوريك انك انت بتشوف ان الجهاز ده تبع البيت بتاعك ولا لا. وبرضه ممكن تقدر بتعدل واي فاي الباسورد لو هو من الجهاز تبعك. طبعا تحذير مهم جدا، دايما اشتغل على شبكتك الخاصة او على اجهزة تملكها، ممنوع تفحص شبكات غيرك من غير تصريح. طبعا لازم انت عشان تجرب الحاجات دي لازم انت بتجرب على حاجات خاصة زي ما انا بجرب على حاجات خاصة معينة حاليا، تمام. وزي ما قلت لك تطبيق نتورك اند ويلز ده بتقدر تشوف الجيت اواي بتاعه والماك وكل حاجة من خلاله. وطبعا في تطبيق فاينج كده في ادوات مشابهة ممكن تشوف منها البورت مفتوح او فحص سطحي، ومهم جدا مهما تعملش مسح عميق على شبكات مش بتاعتك. انا بقول لك الفكرة نفهمها ازاي، ولو بورت شائع مفتوح ممكن خدمة شغالة عليه. لازم تتأكد ان لازم معمولة اعدادات امنة كويس، يعني لازم تشوف شبكتك كويسة تقدر انك انت تأمنها وتعمل لها كل حاجة. بعد كده عاوزك في تمرين كده بسيط تقدر تعمله وتعرف انك انت من خلال الحلقة دي فهمت كل حاجة ولا لا. اول حاجة بتشوف الاي بي بتاعك والماك بتاعك، تمام، يعني انت بتجرب الكلام ده كله من خلال موبايلك من خلال الاي بي، بتشوف الاي بي بتاع جهازك والماك بتاعك. طبعا بتعمل تشغل اللي هو فاينج كده والنتورك ان ويلز وتعمل سكان وتشوف الدنيا ماشية ازاي معاك. وبعد كده بتعمل اللي هو تكتب في الكومنت كده انك انت خلصت التمرين ده، وقول لي لو لقيت جهاز غريب عندك في الراوتر ولا لا، تمام. وتقدر برضو يعني شوف انك انت عرفت الواي فاي، عرفت الماك بتاعك، تمام، عرفت الماك بتاعك ولا لا. وكمان الاي بي، شوف الماك الاي بي بتاع الجهاز بتاعك. وكمان برضو لقيت اجهزة غريبة عندك على الراوتر ولا لا. وطبعا غير باسورد الوفاء بتاعك لو لقيت اجهزه غريبه. طبعا استخدم الحمايه اللي هي ويب 2 او ويب اي 3 مش ويب، تمام. يعني احنا دخلنا مثلا لو يكون هو ده الراوتر بتاعنا، تمام، نقطه اتصال، بنخش على الامان هنا بتلاقي داتي بس من داتي جهاز موبايل بتلاقي ويب اي 2. الويب اي 2 ده بتبقى حمايه قويه للراوتر. في اللي هي ويب اللي هي دبليو اي بي بس، تمام، بتلاقيها في دي لو فعلتها الهاكرز او الناس ممكن يقدر يخترقوا الجهاز بتاعك. فلازم انك انت تبقى عارف لازم تخليها ويب اي 2 او ويب اي 3، تمام. وكده خلاص كده النهارده خدنا اول لبنه كده عمليه، عرفنا ايه هو الاي بي والماك وعملنا مسح امن من الموبايل وفهمنا ليه ده مهم جدا. في الحلقه الجايه برضو هنتكلم عن حاجات مهمه جدا، واللينكس ازاي نشتغله على الموبايل وازاي نستخدم اللينكس على الموبايل، تمام، لان زي برضو على اللابتوب، تمام. وهنعرف كل حاجه من خلال الحلقه الجايه ان شاء الله. طبعا لو عجبتك الحلقة لايك وسبسكرايب وفعل الجرس واكتب لي في الكومنت انك انت خلصت التمرين، او لو عايز اشرح خطوة معينة بالتفاصيل اكتب اسمها وهجهزها لك ان شاء الله. طبعا الحلقة دي مهمة جدا، لازم تبقى عارف يعني ايه اي بي، يعني ايه ماك، يعني ايه بورت، يعني ايه دي ان اس، لان دلوقتي هنحتاجه بعدين. طبعا انت لازم تتعلم كهاكرز اخلاقي ازاي تبقى ماشي فاهم الدنيا. انت مش انت انا فاهم دماغك. طبعا انت عاوز اديك مثلا واحد اتنين تلاتة تخش تفتح كذا، تخش تفتح كذا، تجيب كذا، تعمل كذا، ده كله ما ينفعش.
او انت فاهم الافلام زي ما انت شايف بيفتح الشاشه كده ويكتب اكواد على اللابتوب على الكيبورد ويلاقي خد اللي هو عاوزه او فتح اللي هو عاوزه. ده هتوصلوا ان شاء الله مع بعض في الحلقات الجايه ان شاء الله باذن الله وحاجه حاجه. بس انت ما توهمش دماغك انك انت ان الهاكرز 1 2 3 تعمل كذا، ده مستحيل يحصل اصلا. لازم اصلا انك انت تبقى عارف انت بتعمل ايه والهاكرز ازاي اصلا بيشتغلوا. تمام. يعني انت دلوقتي لو ما كنتش فاهم الحاجات دي كلها مش هتعرف يعني ايه اي دي، يعني ايه ماك، يعني ايه كل حاجه الكلام ده. طبعا التطبيق زي ما قلت لك هسيبه لك في وصف الفيديو اللي يبقى فيه الهاكرز اللي انت عاوزه طبعا. تمام. ده هتلاقيه في صندوق الوصف، تمام، وصف الفيديو اول تعليق ان شاء الله. طبعا هنزل فيديو مع ازاي انك انت تستخدم التطبيق وازاي تعرف فيه التطبيق كل حاجه. تمام. بس كده كان انا معكم معتز ياسر، ويا ريت ما كنتش طولت في الحلقه دي، طبعا بدي فيها حاجات مهمه جدا لازم تفهمها. بس كده ويلا سلام.